السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل عام وانتم بخير. وإن شاء الله بإذن الله أنا نزلت النهاردة وفكرت أعمل لهم أكلة حلوة هما بيحبوها. نزلت جبت لحمة مفرومة من الجيش، الكيلو النهاردة ب114. هي طبعا اللي في الجيش دي بتبقى لحمة، يعني لحمة بلدي بس بيبقوا مجمدين. وحواوشي يعني اكتر بصل، جبت 5 بصلات كبار زي ما احنا شايفين اهو، بشرتهم وحطيت عليهم ليا ديت لية خروف. انا ببقى اجيبها بالكيلو كده، واروح ايه بقى بشره منها بالمبشره، بشرت منها بالمبشره، عينت شويه في طبق كده، هبقى اسيحهم وهتشوف هعمل بهم ايه، وبحط عليهم الزيت ده اللي بعمل بها العيش. وشويه بشرتهم هنا ايه في الاول قبل البصل وحطيته. وعندي الحمرة دي شتتة حمرة حامية، كنت مفرزاها وشايله شويه دول في قلب التلاجة، خدت منهم وحطيت ايه معلقه هنا على البصل. خلاص. وملح وفلفل، انا ما احطش في التوابل الا غير ملح وفلفل بس عشان ما تغيرليش الطعم. الحواوشي يعني كتري البصل، دول حوالي 4 بصلات كبار ولا 5 بصلات او 6 بصلات حطي، كل ما هتكتري البصل بيبقى طعمها جميل. خلاص قلبناها كده، وهنزل بقى بالملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسه ان الملح كتير مش هحط كله. بعدين هننزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبها بقى وبعدين ايه هرجع لكم. زي ما احنا شايفين قلبت البصل جامد معاها، مع حتة الدهنة اللي انا عاملاها. حتة الدهنة دي بتخلي طعم الحواوشي جميل جميل، مع الفلفل الحامي. ولو عندك بقى اطفال ممكن تحطي طماطم، تحطي فلفل الوان، تحطي فلفل اخضر، تبشري ممكن جزرة معاها، ممكن كوساية معاها، بحيث ان انت تعلي القيمة الغذائية بتاعتها لو في اطفال. بس انا بحب بقى بصراحة طعم الحواوشي يا دوبك بصل والتوابل ملح وفلفل وخلاص بس. وهغطيها بقى واسيبها في التلاجة. لو انت مستعجلة ممكن 2 وتعملي السندوتشات وتعملي. انا بقى باذن الله هسيبها بقى لتاني يوم في التلاجة، هغطيها واحطها في التلاجة لتاني يوم. كل ما بتشرب طعم البصل بتبقى طعمها جميل 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 بس. والحواوشي بتاعنا بيبقى تحفة كده. وهسيبها بقى لتاني يوم وسلام بقى لحد ما ايه ما اعملها باذن الله. زي ما احنا شايفين طلعت اللحمه المفرومه دي باتت يوم. انا طبعا ببقى مغطياها بطبق وحاطه فوقيها كيس وغطاه بحيث ما تطلعلكيش ريحه في قلب التلاجة عشان البصل اللي فيها. من شكلها ريحتها طالعه تحفه. جهزت العيش بقى بتاعي. العيش انا جبت العيش اهو فتحته، ده رغيف بنص جنيه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، من اللي كنا بنجيبه ب4 جنيه وبشيلين الاول. المهم ما علينا، ربنا يسترها معانا ويعدي الايام دي بخير. فتحته بايدي عادي مش بمقص ولا حاجة. فتحت اهو،
وبعدين مجهزه الحله بتاعتي اهي اللي هعمل فيها. انت ممكن تاخدي كده وتحطيه على طول في قلب الرغيف. يعني في ناس بتاخد على طول كده وتروح حاطه في الرغيف وبعد كده تعمل. وبعدين ده انا مجهزاهم زيت، وحاطه بشرة ليا وسيحتها، وبعدين صفتها وحطيتها فوق الزيت بتاعي. والطاسه بتاعتنا الجميله اهي مجهزاها خلاص. وهنبدأ نشوف احنا هنعمل ايه. انا جبت الحله طبعا وما حطيتش ماده دهنيه، لان انا طبعا بشره دهون فيها، واللحمه المفرومه فيها نسبه دهون خلاص. وولعت على الحله وحطيتها بقى وبتني اقلب فيها. انت ممكن بتاخديها وتحطي على طول، ممكن تحطي اللحمه المفرومه كده زي ما هي بدون ما تشوحيها على النار ولا اي حاجه، وتحطيها في قلب السندوتش وبتبقى جميله برضه. بس انا بحب بفضل يعني انا ان انا اضيع الدم منها بتشويحه كده. خلينا نشوح فيها بقى. الريحه طالعه ما اقولكوش روعه. وما تحطيش توابل كتير خالص عشان ما تغيرش ريحه البصل وريحه اللحمه بتاعتك. قرب بقى ما هطفي عليها واوريها لكم باذن الله. زي ما احنا شايفين اديتها كام تقليبه كده. هبدأ بقى اطفي عليها واحشي بقى العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا العيش بتاعنا اهو، زي ما احنا شايفين جبنا العيش بتاعنا اهو. اعمل معاكم واحد تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بحب املاه قوي. بسم الله ما شاء الله. ابدا بقى اخلص الكميه كلها وبعدين هوريها لكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عملنا 12 رغيف حواوشي. لو احنا جينا حسبناه، انا جايبه الكيلو ب114. قلت طبعا من المنافذ بتاعت اللي هي الجيش ب114، وعملت نص كيلو. نص كيلو عمل لي كام؟ عمل لي 12 رغيف، وممكن تطلعيه 13 14 زي ما انت عايزه لو كترت البصل. النص كيلو ب57، والحواوشي بيتباع بره بكام؟ وما انتش ضمناه، ده بيبقى اكتريته فول صويا وبتاع ده وبصل، وبيبقى فاضي، ما بيبقاش لحمه صافيه يعني. قلنا ب57 خلاص. هجيب كام سندوتش من بره؟
هجيب كام رغيف؟ هتجيبي 5 رغيفة بس. ده لو الرغيف ب10 جنيه، في اللي ب15 وفي اللي ب20، وبرضه بيبقى فاضي ومتحمر وما انتش ضامناه، ما انتش ضامنه ايه الحاجه اللي فيه. فانت لما بتعملي الحاجه في البيت بتبقى اضمن واوفر. خلاص، هنبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله. هنولع. شوف بقى انا بعمل ايه. هنحط معلقه سمنه، اللي هي اللي احنا دهنينها زبده على بتاع ده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ليا وزيت. هبدأ بقى انزل بالعيش بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شايفين اهو. اهم حاجة بقى، اهم حاجة طول ما احنا بنعمل نتك عليه كده. دي اهم حاجة، بحيث ان هو ايه يتقفل مع بعضه. طبعا اللحمه اللي عندي مستويه والعيش مستوي اهو. عكس بقى ان انت لو حطيتيها نيه تبداي بقى توطي على البوتاجاز عشان ايه يستوي معاكي، تستوي معاكي اللحمه اللي جواه. دي مش نافعه، دي اللي احسن بقى بصراحه. ابدا بقى اديله دهنه من فوق. عشان ايه هقلبه. دهنه بسيطه بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ان انت تتك عليه كده، هي دي اهم حاجه. هطلعه بس وهوريه لكم، وبعدين بقى انا هبدا اكمل الكميه ايه مع نفسي. وبرضه هوطي على الطاسه، برضه هوطي نص توطيه كده. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ شوف ده هيتباع بره بكام. اخلص بقى باقي الكمية وبعدين هرجع لكم تاني. ايه رأيكم بقى؟ خلصت اهو. شايفين الجمال والحلاوة والطعم تحفة تحفة. طبعا هي مش دي كل الكمية، هما بسم الله ما شاء الله ما انتظروش ان انا اخلص.
ده اللي لحقت وصورت. وبألف هنا طبعا للي هياكل. واقول لكم ايه، وما تنسوش اللايكات يا حبايبي. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.